السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا. بصوا النهاردة جايب لكم إيه يا جماعة. كل المحلات هنا اهوت وكل البيوت بتبقى معمولة من الخشب ومن الدراي وول. الدراي وول اللي احنا بنقول عليه في مصر الجبسون بورد. طب ماشي، الجبسون بورد ده بقى بيطلب ازاي وبيتنقل ازاي؟ مش زي عندنا كده بنجيب عربية صغيرة في بلادنا العربية ونحط عليهم الحاجة وكده، لا يا باشا. بص العربية ديت متخصصة. ده طبعا الراجل السبلاي اللي هو بيورد الحاجات دي، يعني المخزن الكبير اللي بيبيع الجبسون بورد او الدراي وول والستادز اللي هي الحديد اللي فوق ديت. خليني اشاور لكم عليها اهي. ديت العمدان بتاعتها، وبعدين بتتقفل عليها بقى اللي هي الجبسون بورد والاخشاب. خلاص، فبتيجي في عربيه زي ديت. هي عربيه كبيره، وبعدين العربيه زي ما انتم عارفين بقى، انتوا خلاص اتعلمتوا، تقوم منزله الرجلين بتاعتها وايه وتبتدي تنزل حاجه. هتشوفوا شايفين الحموله دي اهي، اتفرجوا على الحموله دي كويس وشوفوا الحموله ديت كام راجل هينزلها وهتنزل في وقت قد ايه. كل حاجه ليها احترامها. اهو نزل الرجلين بتاعته، والرجلين بتاعته بتنور اهو. وهو دوت الراجل اللي بيسوق التراك. وهنشوف الحاجه هتنزل ازاي في خلال قد ايه. اهو دي اول حاجه نزلوها. بصوا بقى، شايفين الشوكه دي هيشيل بيها كل حاجه اهو. خلينا نتفرج. واحد بس حاطط على صدره الكنترولر. بصوا يا جماعه على صدره حاطط الكنترولر والحاجات اللي بيتحكم بيها. وبيتحكم بالشوكه دي اكنها ايديه بالظبط، ولا بقى 100 واحد ولا اي حاجه. طب بقى لو في ادوار عليا بيبقى فيه كرين او في زي ونش، يحطوا ينزل الحاجه كده وبعدين يركبوا الونش فوق ويرفع الدراي وول والحاجات ديت عليه. بصوا تعالوا نتفرج على نشوف الشوكه خدت الباليت دي ازاي. هتاخد شويه شويه. بصوا تعالوا نشوف هيدخلها ازاي اهي. شغل على ميه بيضة. بس هو الراجل ده شكله بيتعلم ولا حاجة. في ناس تانية بتبقى سريعة قوي، يعني تراك الموضوع ده كله يخلص في خلال نص ساعة. بس هو ده شكله بيتعلم شوية. في ناس بتتعامل مع الشوكة دي يا جماعة فعلا كأنها ايديها. بصوا بقى، هيطلع دلوقتي بيهم يشوف الشوكة هتوديهم ازاي. يا ولد، قفلت عليهم عشان ما تتمرجحش، تقعد تتمرجح يقعوا. شوف بقى ينزلهم ازاي. حطهم على العربية الصغيرة ديت.
شايفينها يا جماعه العربيه دي. وبعدين يدخلوهم جوه المحل. نتفرج عليهم بقى نشوف هيدخلوا الحاجه ازاي. يحطوا الحاجات ديت عشان يحطوا فيهم الدراي وول. حطوهم وبعد كده على طول بينيم واحده واحده، وهو اساسا بينزلها من الكرين، بينزلها بيشدها ويوقعها على العربيه على طول. بصوا يا جماعه بيسحبوهم ازاي، بيسحبوهم صح اهو. يسحب واحده واحده ينزلهم ويروح يحطهم فوق التانيين بكل بساطه وممنوع. هنا كل حاجه التعامل بالدراي وول بالماتيريالز ديت، يعني مش زي عندنا طوب واخشاب كلها حاجات طبيعيه، لا دي كلها حاجات صناعيه وما تكلفهمش ويقدروا يغيروها ويرموها ويكسروها في اي وقت. احنا عندنا بنعمل الطوب والاسمنت واصعب، وبالتالي التغييرات بتبقى اصعب، ما بنقدرش يعني مش كل سنه او سنتين او ثلاثه حتى بنجدد البيوت بتاعتنا، لا بتاخد وقت طويل، 10 سنين 15 سنه 20 سنه عقبال لما نبتدي نجدد ونطور من البيوت بتاعتنا. اللي بيشتري بيت خلاص بيفضل قاعد فيه كده. لكن هنا في امريكا ما عجبوش اللاي اوت، يشيل الدراي وول ويجيب دراي وول تاني، وزي ما انتم شايفين كده 4-5 ايام يبقى مجدد البيت كله. التراك تقريبا خلاص خلص والناس فضوا الحاجة وكله تمام، وهو 2 بس اللي شالوا كل الليلة ديت، باقي لهم شوية حاجات بسيطة وخلاص. كان معاكم محمد من حكاوي من أمريكا، أتمنى أن تكون عجبتكم الحلقة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى. ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتعملوا سبسكرايب في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.